اكيد هي الوحده التدريبيه تعتبر الاولى، لانه مثل ما لاحظت يا امس كان هو مجرد اعاده الشفاء للاعبين، لانه كانوا اكثريتهم عايدين من قبل يوم مباراه الدوري العراقي، لذلك كان ريكفري لجميع اللاعبين. كان تدريب ايضا فقط اختصر على انه يمكن حوالي 20 دقيقه ركض حول الملعب، بالاضافه الى تمطيه وتدريب بعض اللاعبين اللي ما اشتركوا بمباريات الدوري على حده. اليوم هي الوحده التدريبيه الفعليه. اعتقد نحتاج هكذا تجمعات، لانه فتره طويله ابتعدت المنتخبات الوطنيه عن المنافسات، لذلك نحتاج هذه المنافسات من اجل اعاده الثقه، اعاده الروح الواحده للفريق، اعاده الانسجام، اعاده نوعية المنتخب العراقي اللي نتأمل أنه ينافس بقوة على الوصول إلى كأس العالم، خاصة أنه احنا الآن متصدرين هذه المجموعة، بقيت لنا 3 مباريات، لذلك علينا أن نستعد بشكل جيد. كنا نتأمل أن تكون مباراتين بهذه الفترة، لكن سوء يعني بسبب يعني عدم موافقة بعض الدول، لذلك صارت مباراة أمام الإمارات. نتأمل أنه خلال الشهر القادم تكون عندنا مباريات أخرى استعدادا لمباراة هونغ كونغ. أنا سعيد بانضمامي للمنتخب الوطني، وإن شاء الله نكون أتحسن ظن الجماهير، وعندنا استحقاقات، وإن شاء الله نوعد الجماهير نكون أتحسن ظن الجماهير إن شاء الله. أنا فرحان بالجاي المنتخب، مثل كل واحد يعرف الظروف هسه بالعالم مو زينة، وكنت مصاب آخر مرة آخر مجمع. فرحان بالعودة، وإن شاء الله هاي المباراة مع الإمارات نقدم مستوى زين، و يعني تفيدنا بالمستقبل لتصفيات الكأس العالم.